باركولي 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 على الخير اللي انا فيه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. تعالى اقول لكم على الخير اللي جاني. بحمد ربنا على كل شيء، بحمد ربنا على النعمة الصحة، وبحمد ربنا على اخواتي ومتابعيني اللي دايما بيدعوا لي ودايما بيسندوا لي بكلامهم الجميل، وبحمد ربنا على بنتي وعلى احفادي، وبحمد ربنا على نعمة الحياة، وبحمد ربنا على كل حاجة. ربنا يا رب يبارك لي فيكم وفي عمركم. انا كنت عامله يا جماعه عجينه مكرونه. الناس كانوا في الشغل طلبوها مني، وحشيتها بالسبانخ والجبنه والكل ده، وخدتها طبعا غلوه على النار. يعني غليت ميه وحطيتها فيها وشلتها، حطيتها بعد ميه ساقعه، ميه سخنه، بعد الميه سخنه ميه بارده، وبعد ما هديت رصيتها وحطيت بين المكرونه بعضها طبقات كده من البلاستيك عشان ما تلزقش. ان شاء الله مش هتلزق. بس كده تبقى جاهزه، بحس ان هما الناس بتوع الشغل لما يحبوا ياكلوا يطلعوها من التلاجة، يحطوا لها الصوص بتاعها، ايا كان صوص ابيض، صوص بصلصه، صوص باي حاجه، وياكلوها. اسمها ريفيولي، هي اكله مش مصريه. وطبعا انا ملحقتش ان انا اخبزها معاكم او اعجنها معاكم، لان طبعا ده بيبقى يوم في الاسبوع فبعمل فيه ممكن حاجات كتير اوي، 6 حاجات 7 حاجات 5 حاجات 7 حاجات على حسب. فبيبقى يعني يوم الحمد لله، يعني ربنا يدينا الصحة جميعا، امين يا رب العالمين. وده شغل الجديد. وحد هيقول لي يا نصر انت مش لسه يا نصر كنت موراني شغلك الجديد؟ ايوه يا جماعة، ده شغل غيره، شغل غيره، وده خير من رب العالمين ونعمة من رب العالمين. والمفاجأة بقى ايه هي المفاجأة وايه هو؟ يعني الواحد بيحمد ربنا على كل شيء. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا الشغل اللي انا كنت فيه اللي هو قعدت فيه فترة ده، والناس طبعا ربنا يسهل لهم الحال. انا كنت قلقانة جدا جدا جدا، وكنت خايفة جدا جدا. طبعا الإنسان مننا، كل البشر جميعا أو بنسبة 90% بيبقوا قلقانين من بكرة. مش قلقانين من بكرة يعني قلة دين ولا حاجة، لا قلقانين. طب يا ترى هيشوفوا شغل ازاي؟ طب يا ترى الشغل اللي جاي ده هيبقى كويس ولا وحش؟ طب يا ترى مش عارفة ايه. هنا دخلت على كفتة سريعة كده، اللي هي عبارة عن بنبشر كوسة، ربع كيلو كوسة مثلا، على نص كيلو لحمة مفرومة، على بصلاية، على ممكن توم بودرة، بصل بودرة، زعتر، ملح، فلفل، التوابل اللي انتوا تحبوها، ممكن برضو توابل لحمة. وبنصبحها كده، تنفع طبعا للدايت لانها خفيفة مفيهاش اي حاجة، فيها كمية خضار كتيرة. ممكن برضو تحط شوية بقدونس اخضر، بس. وبنحطها على النار، بس ممكن تحطي معلقة زيت وتتشوح كده فيها. ما بتاخدش وقت، وسريعة ومشبعة جدا، ويكفي الخضار اللي فيها. طبعا معظم الاكل مش بعمله من دماغي او من تأليفي، من صحاب الشغل ممكن يقولوا لي مثلا شوفي ده اعملي انت برغبتك، واعملي لنا ده كذا كذا، على حسب ما هم طبعا بيطلبوا. وطبعا انا مش بلحق اصور حاجات كتير، لان اليوم بيبقى يوم يعني مثلا ببقى واقفة من الصبح لغاية اخر النهار. وطبعا بيبقى احيانا بيبقى في ناس بتساعدني، احيانا بتبقى في ناس شغاله في المكان اللي انا فيه يوميا بيساعدوني، كتر خيرهم. وساعات ما بيبقوش فاضيين، يعني على حسب الظروف. في كل الاحوال بنحمد ربنا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. ودي الطاسه او اللي انا هعمل فيها الكفته. عايزه اقول لكم الشغل ده طبعا كنت بقول لكم قلقانه جدا من لما انا سبت الشغل وكده، كنت قلقانه. فخاصة ان انا اصلا الست اللي كانت بتجيب لي شغل اللي هي في الشغل القديم، انا خلاص يعني ما نمرتها ما بقتش معايا، وخلاص يعني ما بقاش في تواصل بيني وبينها. فده بقى طبعا ده كان قلقني وكده. لكن في حاجة جميلة جدا 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 ومهمة جدا جدا جدا، وهقول لكم عليها عشان تستفادوا منها. وفي ناس كتير بتقابلني في المواصلات وتسألني على شغل، بنات وستات كتير بيسألوني على شغل، لكن اللي انا مش اكتشفته مش عارفة يعني طبعا يعني ايه. الواحد طبعا ثقافته وتعليمه على قده. كنت متابعة برنامج، والله ما فاكرة يا جماعة، كان في الراديو او في التلفزيون. وقال ايه بقى البرنامج؟ كان بيتكلم عن الرزق، وكان بيقول هنا كنت عاملة سلطة التبولة، وطبعا بفضيها في الحاجة دي وسلطة كرنب كنت بفضيها واغلفها واشيلها في التلاجة، وهروق معاكم كده الدنيا سريعا كده.
فالمهم من خلال البرنامج ده عرفت ان قراءة سورة، انا اصلا السورة دي انا بحبها جدا جدا جدا، سورة من القرآن الكريم انا بحبها جدا ودايما بقراها. او هما سورتين انا بحبهم جدا، او هما ثلاثة. يعني انا مش بيهزوني جدا لما بقراهم. وبأي آلاء ربكما تكذبان، انا مش عارفة اسمها هي سورة ايه. والسورة التانية سورة الواقعة، وصورة تانية مش فاكرة والله يا جماعة. مش عارفة. هي كانت جاية في فيلم بتاع سيدنا، كان بيتكلموا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مش عارفة كانوا اسلاماه ولا ايه. لما سامحة ايوب قرت السورة، قرت الآية الكريمة. انا مش فاكراها، بس الثلاث آيات، الثلاث صور من القرآن دول قريبين جدا جدا من قلبي. يعني بيهزوني جدا لما بقراهم. تمام. ففي منهم سورة انا كنت دايما بقراها بس ما كنتش اعرف يعني سورة ايه يا جماعة. سورة الواقعة. والله العظيم والله العظيم والله العظيم. طبعا اصدق الكلام هو كلام رب العالمين، والقرآن كله جميل وحلو. بس عايزة اقول لكم سورة الواقعة دي انا بقيت اقراها باستمرار، وخصوصا يعني في اي وقت. يعني انا دايما عندنا جامع كده صوته عالي، صوت الميكروفون عالي، فاللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. دي نعمة من رب العالمين ان انت تسمعي صوت اذان الفجر. طبعا ممكن حد يقول لي انت بقيتي شيخة ولا لا، مش شيخة ولا اي حاجة. ولكن بسمع صوت الاذان فبقوم بسرعة كده. يعني ربنا بيقويني ان انا اقوم اتوضى واصلي، وبعد ما اصلي صلاة الفجر اقرا سورة الواقعة. فطبعا انا بقرا الايام دي سوره الواقعه يعني انا اصلا بحبها. بس اكتشفت يعني او عرفت ان هي يعني بتزود الرزق. والله العظيم والله العظيم يا جماعه، زي ما بقول لكم كده، عليكم يا جماعه بقراءه سوره الواقعه، عليكم بالقرآن كله. أنا مش شيخة ولا أي حاجة، أنا إنسانة بسيطة، بس دايما لما بتابع حاجات وكده وبعرف حاجات. اكيد انتوا ممكن تكونوا كلكم عارفين الكلام ده، بس والله العظيم بقرا السوره الواقعه دي فاللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. هي يعني الرزق بتاع رب العالمين. بس سبحان الله، الشغل جاني بمجرد ما قعدت اقرا سوره الواقعه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. فكله خير ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. وكمان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في شغلي، ويبارك لي في صحتي، ويبارك لكم في صحتكم وفي مالكم وفي ولادكم وفي ازواجكم، ويبارك لكم في كل حاجه. امين يا رب العالمين. كمان الجميل في الموضوع ان انا يعني كنت متخيله ان اي ست، كان في ناس كتير بتقول لي يا نصره لو رحت شغل ما حدش يرضى يخليكي تصوري. قولوا يا رب يا جماعه، قولوا يا رب وعليكم بسورة الواقعة، قولوا يا رب وعليكم بقراءة القرآن وسورة الواقعة بالذات يعني. وكلام ربنا كله جميل. بس والله العظيم والله العظيم زي ما بقول لكم كده، اكيد انا لما اقابل حاجة في حياتي بستفاد منها وبتفيدني وبتبقى حاجة كويسة بالنسبة لي، اكيد لازم افيدكم واقول لكم عليها. ممكن انتوا ممكن تبقى في ناس عارفة، ممكن تبقى في ناس مش عارفة. فالشغل ده برضو ودي ده طبعا نعمة من عند رب العالمين. الشغل ده طبعا برضو في التجمع. ف يعني اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. وما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الاتنين الهوانم اللي انا رحت عندهم وافقوا ان انا اصور في المطبخ عندهم، ان كان اكل او ترويق. هم وافقوا وانا خدت رايهم، عشان بس ما حدش يقول لي بتطلعوا اسرار الناس وبتطلعي طبيخ الناس وبتطلعي بسله الناس يعني ايه. فهيخش بيت حد كده ايه يعني ما شاء الله عليه. طبعا انا عارفه ان في شويه حلوين كده بيعزوني جدا، بيحبوا يخشوا عشان يعني مش حبا فيا، لكن ماليش دعوه بيهم طبعا. انا ولا يهموني ولا شايفاهم بعيني ولا اي حاجه خالص. انا كل انا متدفيه بحب اخواتي ومتابعيني. انا متدفيه بحبكم ومتدفيه بكلامكم الجميل ودعواتكم، واللي انا فيه ده الخير اللي انا فيه ده بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم انتم تشجيعكم ليا وقوفكم جنبي هو ده حاجه جميله جدا. ربنا فعلا يدومكم نعمه في حياتي. كمان في حاجه عايزه اقولها. يا جماعة لما حد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بشغل ولا أي حاجة، لازم يطلع شيء لوجه الله الكريم. يطلع أي حاجة بسيطة على قد ظروفه، يطلع حاجة. أنا كده بشتغل يومين في الأسبوع، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، وراضية بيهم الحمد لله. ربنا يدومها نعمة ويحفظها من الزوال.
واعتقد ان كفايه، لان ركبتي اليمين لسه ما زالت وجعاني، يعني بتروق شويه وبترجع شويه. والله انا لسه برضو متواصله على الدواء، باخد الدواء وباخد حب الرشاد ده برضو بحطه في شويه لبن سخنين كده، وبقلبه كده لما يطرى او يستوي وبشربه. لان في طبعا ناس كتير نصحوني بيه، فاللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. اللي جينا كتير نحمد ربنا عليه، واللي جينا قليل نحمد ربنا عليه. ويا جماعة الله يرضى عليكم، اللي بيدور على شغل يا جماعة، واللي نفسه ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه ويرزقه من وسع عليه بقراءة سورة قرآن ربنا وكلام ربنا كله جميل عليه يا جماعة، بسورة الواقعة يقراها كل ما يكون فاضي يقراها. ربنا سبحانه وتعالى يكرم الجميع ويوسع علينا وعليكم. حبيت اطمنكم عليا، وحبيت اقول لكم لا رحت مكتب ولا قلت يا فلانة ولا قلت يا علانة، هو الشغل جاني من رب العالمين، رزق من عند ربنا. ولكن زي انا ما بقول لكم كنت قلقانه جدا جدا، خاصه ان انا ما يعني كنت دايما بجيب الوسيط واطلع شغل منه واتصل واروح واجي ومكاتب وبتاع، بس الحمد لله ربنا تاب عليا من المكاتب وان انا اسال اي حد وكده، فربنا سبحانه وتعالى بعت لي الرزق بطريقه بسيطه جدا. ولكن لازم نسعى، السعي مهم يا جماعة. اسعوا وما تقعدوش، اسعوا وربنا يكرمكم. وتصدقوا بحاجة بسيطة جدا من الراتب اللي انتوا بتاخدوه، بأقل القليل ربنا سبحانه وتعالى بيزيد البركة في الرزق، والقليل ربنا سبحانه وتعالى هيجعله كتير في ايديكم وعليكم بالقرآن كله، وعليكم بالذات كمان بسورة الواقعة، لان هي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حبيت افيد الناس اللي بتتابعني، وحبيت افرح حبايبي ان انا في خير كتير وفي رزق كتير. الخير بس والرزق مش الشغل والرواتب، لا، الخير في الناس برضو، الناس كويسين والناس اللي بيساعدوني برضو ناس طيبين. فدي كلها نعمة من رب العالمين، وانتوا كمان نعمة جميلة في حياتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.